بداية كل الشكر والتقدير لجهودك صديقتي الشاعرة جمانة نجار، وأطيب التحيات لجميع رؤساء المنتديات المشاركة وإلى الأصدقاء والحضور الكريم. عادة كلما ولد طفل ما، أول ما يقوم به الجميع هو تشبيه ذلك الطفل. عيناه كعيني أمه، شفتاه كشفتي أبيه، بشرته، شعره إلى آخره. ومن ثم مع الوقت تبدأ ملامح ذلك الطفل بالتغير، حتى يكاد أحيانا لا يشبه أحدا إلا طفل واحد، تبقى ملامحه هي منذ ولادته حتى اللانهاية. جمانة حذرتكم على السيجارة، أنا بدي أحذركم على الطفل. مين بيعرف من هو هالطفل؟ الشعر. ذلك الطفل أو المولود هو قصيدة مردوك الشامي. صديقي مردوك، أقول وأكرر لك دائما: قصيدتك تشبه ملامحك، صوتك، وجهك، أصابعك، تشبه حبرك الأبيض، شعرك الأبيض، دخان سيجارتك، تشبه الألف مخلوق غريب في جسدك. لذلك أطفالك سيفوحون بك دائما، وسيحكون الكثير عن والدهم، حتى ولو كانوا بلا هوية أو بلا توصية أو ربما احتمالات أخرى. ولكن لا تخف يا صديقي، فسنعرف جيدا كيف نجد الطريق إليهم. وسأكتفي بهذه الكلمات لأنه من الصعب جدا أن أختصر 1000 مخلوق و1000 شاعر بكلمة. فشكرا